أهلا بيكم معايا في الدرس الثاني من دروس سلسلة جوجل شيت اللي بدأنا نتعلمها مع بعض للمبتدئين. طيب احنا المرة اللي فاتت اتعرفنا على كيفية الدخول لجوجل شيت وكيفية الوصول إليه، واتكلمنا عن مميزات برنامج جوجل شيت بشكل عام. النهاردة هنتكلم عن بعض التفاصيل المهمة جدا في الدرس ده، أهمها إن أنا ممكن أدخل على الواجهة دي من خلال الأدرس اللي اسمه sheets.new. خلينا نجرب كده مع بعض. لو أنا جيت على الأدرس بار ده بالشكل ده وكتبت الأدرس ده sheets.new ودوست انتر، هيدخلني على واجهة جديدة من واجهات جدول جوجل شيت. دي أحد الطرق المختصرة في الدخول على جوجل شيت بشكل مباشر بدون الحاجة إن أنا أدخل على الواجهة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية اللي بتحتوي على التمبلتس والأدوات الخاصة بجوجل شيت. طيب، كمراجعة على الدرس اللي فات، في جزئية احنا كنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، وهي ان كيفية العودة للواجهة الرئيسية من خلال الايكون دي. لو دوست عليها بالشكل ده هيدخلني على الستارت نيو سبريد شيت زي ما احنا شايفين، والريسنت سبريد شيتس اللي موجودة تحت واللي انا كنت فتحتها قبل كده زي ما قلنا في الدرس اللي فات. طيب خلينا دلوقتي نتكلم في المهم. هندخل تاني بالطريقة اللي احنا اتعلمناها على واجهة جدول من جداول جوجل شيت، وهكتب في الادرس بار عندي sheets.new وادوس انتر. بالفعل دخلني على جدول جديد. زي ما احنا شايفين قدامنا مجموعة من الأعمدة. طبعا قبل ما نتكلم على الأعمدة والصفوف، احنا كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات على كيفية تغيير عنوان الشيت اللي احنا شغالين عليه أو عنوان الفايل اللي احنا بنشتغل عليه، من خلال إن أنا بدوس على الجزء ده بظلله بالشكل ده وامسح الكلام اللي مكتوب، وابدا ادي الفايل بتاعي اسم مناسب لمحتوى الفايل. وليكن هنا هندي اسم جوجل شيتس بيزكس. كده انا اديت اسم للفايل بتاعي بحيث اقدر ارجع له في اي وقت من الواجهه الرئيسيه. طيب خلينا نتعرف على بعض الاجزاء للواجهه دي. عندنا طبعا الجزء ده اللي هو التول بار منيو. التول بار منيو بيحتوي على فايل وإيديت وفيو وإنسيرت وفورمات وداتا وتولز وإكستنشنز وهيلب. طبعا من خلال التول بار منيو ده أنا بقدر أقوم بعملية تعديل البيانات. بيكون فيها قوائم. الجزء ده بيحتوي على قوائم زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي من خلالها بقدر أعمل أي وظيفة تخص الجدول اللي مكتوب عندي هنا تحت. يعني في الخلايا دي احنا هنكون جداول بعد كده، ومن خلال القوائم دي أنا ببتدي أستخدم بعض الوظائف الخاصة بالبيانات أو اللي بتخاطب البيانات اللي موجودة في الجدول اللي تحت. تاني حاجة عايزين نتعرف عليها في الواجهة دي الشورت كات تول بار. الشورت كات تول بار زي ما حضراتكم شايفين كده بيحتوي على مجموعة من الأدوات. كل أداة من دول بتديني وظيفة محددة في تنسيق وترتيب الجدول بتاعي وشكل ظهوره في البرنامج. تالت حاجة وهي من أهم الحاجات اللي موجودة في الواجهة دي، وهي الشيتس بار. الشيتس بار ده اللي بيحدد لي أنا عندي كام شيت بشتغل عليه وكيفية التنقل بين كل شيت وشيت. يعني لو رحت دلوقتي ودوست على علامة الزائد دي هيطلع لي شيت 2 جنب شيت 1. لو دوست على الزائد ده كمان مرة هيطلع لي شيت 3. طبعا أنا هنا أقدر أتنقل بين الجداول وبعضها. المهارة دي أو الأداة دي بنستخدمها في شكل من أشكال استخدام جوجل شيت، هنتكلم عليه بعدين إن شاء الله. طيب هنلاقي دلوقتي إن واجهة جوجل شيت أو واجهة الجدول اللي موجود في جوجل شيت بتتكون من أعمدة وصفوف. هنلاقي هنا عمود اسمه A وعمود اسمه B وعمود اسمه C لحد آخر الجدول. طبعا بقدر أتحرك في الجدول ده بين الأعمدة من خلال السكرول بار اللي تحت ده. أول ما الماوس جه عنده بان على طول
فببدأ آخد السكرول بار أو آخد المسطرة دي وأروح بيها لآخر الجدول عند العمود Z. إذا أنا عندي الجدول بيبدأ من أول العمود A وبينتهي عند العمود Z. طيب في حالة لو إحنا أضفنا عمود جديد، في حالة إن إحنا لو أضفنا عمود جديد بيبدأ من أول AA، ده بعد الZ. لو أضفنا عمود جديد بعد الZ هلاقي إن العمود خد اسم AA. طب لو أضفت عمود تاني هياخد اسم AB وهكذا. طيب لو رجعت تاني لأول الشيت عند العمود A هلاقي هنا مجموعة من الصفوف، كل صف بياخد رقم زي ما حضراتكم شايفين كده من أول واحد لحد، لو مسكنا السكرول بار اللي على اليمين نفس السكرول بار ده هو ده، بس ده بيتحرك بين الأعمدة وده بيتحرك بين الصفوف. لو نزلت بالسكرول بار ده لحد الآخر هلاقي إن الصفوف بتنتهي عند الرقم 1000. ده كده مقدمة بسيطة للواجهة الرئيسية بتاعة جدول جوجل شيت. طبعا أي خلية بقف عليها بالماوس كده زي ما حضراتكم شايفين بتاخد اسم هنا. يعني شايفين المربع ده؟ المربع ده هو اسم الخلية اللي أنا واقف عليها. طبعا أنا دلوقتي واقف في الحتة دي مثلا على سبيل المثال عند العمود E وعند الصف 7. هنلاقي إن الكلمة اللي اتكتبت في المربع ده هي E7. E7 ده اللي بيحدد موقع الخلية اللي أنا واقف عليها بالماوس. طيب لو رحت بالماوس بتاعي لخلية أخرى هلاقي إن العمود H يقابله الصف 4، فهيتكتب في المربع بتاعنا هنا H4. وبالتالي كل خلية هقف عليها بالماوس بتاعي هلاقي إن الاسم بيتغير في المربع اللي على الشمال هنا. طيب يتبقى جزء واحد فقط في الواجهة دي وهو الفورمولا بار. الفورمولا بار مهمته إن أنا بكتب فيه مجموعة من الفانكشنز والمعادلات والفورمولاز اللي هنتعلمها مع الوقت إن شاء الله في الكورس ده، اللي بيها بغير سلوك الخلية. وليكن على سبيل المثال أنا عايز أحول الخلية دي مثلا لخلية جمع، فبحط معادلة معينة هنا بتخلي الخلية دي تجمع أي حاجة فوقيها أو تجمع أي حاجة على شمالها أو تجمع أي حاجة على يمينها أو تجمع أي حاجة في أي اتجاه موجود على الجدول بتاعي. ده الهدف منه من الفورمولا بار دي، إن أنا بحط مجموعة من المعادلات أو الفانكشنز أو الفورمولاز عشان أغير سلوك الخلية اللي أنا واقف عليها. فأنا بقول للبرنامج بتاع جوجل شيت إن الخلية دي 4 دي هتخضع للفورمولا أو للفانكشنز اللي أنا هكتبها هنا، فبالتالي بتغير سلوك الخلية هنا حسب ما أنا بأمرها وحسب ما أنا بتعامل مع الجدول بتاعي. من مميزات جوجل شيت المهمة جدا إن هو مفهوش زرار سيف. يعني حضرتك لو شغال دلوقتي والنور قطع وانت شغال مثلا على سبيل المثال لأي سبب، بتلاقي إن كل البيانات تم حفظها على السحابة بتاعة جوجل، فأنت اوريدي البرنامج بيعمل سيف اوتوماتيكلي مع كل تغير بيحصل. يعني لو جربنا دلوقتي مثلا نكتب اسم محمد في الخلية دي وبعد كده دوسنا على الواجهة الرئيسية عشان نروح لها تاني، وفكرت ان انا ارجع تاني للملف بتاعي، انا طبعا ما ضغطتش سيف. هنروح للفايل اللي انا كنت فاتحه اللي هو جوجل شيت بيزكس في الواجهة الرئيسية. لو دوست عليه بالشكل ده هلاقي ان اسم محمد ما زال مكتوب زي ما هو. اذا في اوتو سيف بيتعمل في جوجل شيت اوتوماتيكلي بدون تدخل مني، ودي من اكبر المميزات اللي الناس بتحتاج لها في شغل الجداول او في شغل البيانات عموما، لان الميزه دي بتحافظ على الشغل اللي احنا بنعمله او البيانات اللي احنا بندخلها. وبالتالي لو حصل اي ظرف خلى الجهاز يتقفل او افقد التواصل مع البيانات بتاعتي على الجدول بتاعي، بسهوله جدا بمجرد ما النور رجع او قدرت افتح الجهاز بتاعي تاني برجع بلاقي البيانات بتاعتي مكتوبه زي ما هي. ودي كانت معلومات بسيطه جدا عن واجهه جوجل شيت. استنوني في الدرس اللي جاي. سلام.